اهلا يا احلى متابعين، وحشتني جدا جدا جدا. انا عارفه اني طولت عليكم قوي الايام دي. معلش بقى، استنوني بقى في الجزء التاني من ورود العشق. يلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل. بس قبل كده ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا. بيبدأ الجزء التاني على مسك وعاصم الدالي. لما عاصم الدالي يبص ويقول لها: بقى انا بتستغفليني يا فجرة؟ الظاهر انك نسيتي نفسك. ده انا هوريك النجوم في عز الظهر. بقى انا بتضحكي عليا؟ انا عاصم الدالي؟ واحدة زيك تخني؟ انا هدفعك التمن غالي. انتي هتفضلي هنا كده محبوسة. شلا يا عاصم الدالي. اذا كنت انت عاصم الدالي فانا مسك اللي توديك البحر وترجعك عطشان. على فكرة الشويتين بتوعك دول ما تخافش مش هيهونوا عليا. الجبروت بالنسبة لي إن أقتلك دلوقتي حالا، ومش هيرفلي أي جفت. سيب السلاح كده يا شاطرة بالذوق عشان ما سيبهولكيش بالعافية. انتي متعرفنيش. بطلي لعب معايا ولا انت تعرفني. باي باي يا زوجي المصون. الو، انا عايزة طيارة هليكوبتر دلوقتي حالا. بتهرب مسك عشان ترجع مصر بعد المصيبة اللي هي عملتها وهي في ألمانيا. أما عند عشق وحازم فكان حازم بيبص لعشق وهو بيقول لها: كنت متأكد إن هلاقيكي هنا. أما عيش فبتتوتر جدا لأنها مرضتش تروح الميعاد اللي اتفقت عليه، وكانت أصلا مش عايزة تشوفه ولا حتى تقرب له. أما عيش فكانت بتبصله وهي ساكتة ومذهولة. بيبص ويقول لها: ممكن أعرف أنت بتهربي مني ليه؟ عشق بتبص وتقوله: أهرب؟ أهرب ليه إن شاء الله؟ هو في أي حاجة تخليني أهرب؟ وراحت ماشية وسايباه، بس هو بيمسك لها ايديها ويقربها منه. اما حازم فبيقرب منها وبالتحديد على ودنها وهو بيقول لها بصوت خفوت: ايوه، بتهربي. بتهربي مني انا بالذات. انا حاسس بيكي، ولولا كده ما كانش قلبك ونفسك عمال يعلى دلوقتي وانت جنبي. ارفعي عينك يا عشق فيا. انت ليه مش عايزه تبصيلي؟ اما هي فبترفع راسها وتبص لعينيه البني اللي كانت خطفاها حرفيا. بتبص وهي بتقوله: حازم، على فكرة ما يصحش اللي انت بتعمله ده. حازم، انا. ويا دوبك لسه هتتكلم بيسكتها خالص. انتي انتي ايه بس؟ انتي شقلبتيلي حياتي اصلا من اول مرة شفتك فيها. انا بحبك يا عشق وعايزك. اما هي ففهمته غلط، بس هو بيلحقها ويقول لها: انتي اكيد هتفهميني غلط. انا اقصد ان انا عايزة اطلبك من اهلك، عايزة اتجوزك. اما هي فبتفتح له بقها وهي بتقول له: ايه؟ حازم بياخد بوسة صغيرة منها وهو بيقول لها: ايه؟ اتجوزك؟ انت سامعة ولا اقول تاني؟ بتبص له عشق في الوقت ده وهي مسبهلة حرفيا، وتقوم زقاه وتطلع تجري، بس على وشها ابتسامة جميلة جدا. اما عند ريان وجميلة فكانوا رجعوا من السفر، وطبعا جدهم كان في استقبالهم وهو فرحان جدا، وبيبص ويقول لهم: حمد لله على سميكوا يا ولاد. اخباركوا ايه؟ انتوا وحشتوني جدا. بيبص له ريان بسعادة وهو بيقول له: الله يسلمك يا جدي، ازاي صحتك انت؟ وانت وحشتني والله قوي. وحشتك يا بكاش. ده انت قعدت شهر وقلت عدولي. انا مش عارف والله العظيم، ده نسيتك الدنيا والاخرة ولا ايه يا جميل؟ بتتكسف جميلة وهي بتقول له: العفو منك يا جدي. اكيد طبعا لا. طيب يا ولاد اطلعوا غيروا هدومكم وانزلوا عشان نتغدى. انتوا اكيد جايين تعبانين من السفر. يلا بينا. جميلة وريان فعلا بيسمعوا كلام جدهم ويطلعوا عشان ياخدوا شاور وينزلوا عشان يتغدوا معاهم. وهي طبعا كانت بتنشف شعرها، وفجأة ريان بيخرج من الحمام ويقرب عليها وهو بيحضنها ويقول لها: وحشتيني يا قطتي. أما هي فبتبص وتقوله: بس ريان جدك تحت، يلا عشان ننزل. أما هو فبيتكلم وهو في رقبتها، بيبص ويقول لها: ايه يا شيخة بطلي بقى رخام. اما هي فبتبص وتقوله: لا مش يا اختي، وبتمسك الاستشوار وتسرح له شعره بيه عشان ينشف وينزله بسرعه. اما هي فبتبص له وتقول له: واد مزد صحيح، يلا بينا يا اخويا عشان ننزل. اما هو فلما بيلاقيها عماله تلمس على دقنه بيبص ويقول لها: طب ما تبطلي تحرش بقى، ما يلا. اما عند ليل فكان عدى الاسبوع، وطبعا حصل فيه مفاجآت كبيره قوي.
بس السيء فيها إن الرواية بتاعتهم ما كملتش، وإن ميان اختفت من حياة ليل، وما يعرفش عنها أي حاجة ولا عارف يوصلها، لأن حتى هو ما يعرفش إلا اسمها بس. يا ترى إيه اللي هيحصل؟ تعالوا فلاش باك. فلاش باك لما عدى الأسبوع وجه يوم فرحه، وهو مش طايق نفسه وعمال يتأفأف. وطبعا كان كل مرة يقول لأبوه يقوله لأ، لازم تتمم الجواز عشان الصفقة تكمل، وعشان مش هينفع ان انت تعمل كده، ده أعز أصدقائي وما ينفعش ان انت تكسر بنته بالمنظر ده. بس طبعا ليل كان شايف العكس خالص في سما، وكان شايف فيها الست اللي مش هتقدر ان هي تكون زوجة ليه. وطبعا دايما ميان كانت قدام عينه في كل لحظة، واتأكد بجد إن هو كان بيحبها قوي لدرجة مش طبيعية، وإن هو لقى نصه التاني في وقت متأخر قوي. أما قبل كتب الكتاب فالخدامة كانت عمالة توزع الشربات على المعازيم والبيبسي والكلام ده كله، بس فجأة سما بتزعق لها وهي عمالة تشتم بأوسخ الألفاظ، وهي عمالة تقول انتي غبية على فكرة، ايه اللي انتي بتعمليه ده؟ حسبي كنت هتوقعي عليا البتاع. اما ليل فبيبص ويقول لها ما حصلش خالص حاجة يا سما، ايه اللي انتي بتعمليه ده؟ ما تتدخلش انت يا حبيبي، انا عارفة الاشكال الغبية دي كويس، حلها ان هي تترفد. ليل في الوقت ده كل مدى كان بيتأكد من شكوكه وإن ما ينفعش إن هي تبقى مراته أصلا. بيفوق على صوت المأذون وهو بيقول له يا أستاذ ليل، تقبل إن أنت تتجوز سما؟ في الوقت ده بيسكت يجي 10 دقايق حرفيا، وطبعا المأذون بيبص ويقول له يا أستاذ ليل. أما ليل فبيفاجئهم ويقوم وهو بيقول لهم لأ، وأنا مش موافق أتجوزها، معلش سامحني يا عمي، أنا ما ينفعش أتجوز واحدة زي بنتك، انتوا اللي جبرتوها عليا وجبرتني عليها، يبقى ما ينفعش، عن اذنك. اما ابو سما فهو بيبص يقول له انت اتجننت؟ انت تعمل كده ببنتي؟ ده انا هطفحك المرار الوان، انت بتهزر يالا؟ انا اللي ابقى مجنون لو وافقت ان انا احط ايدي في ايد واحد حقير زيك بيبيع بنته عشان الفلوس وعشان يكسب صفقة رخيصة زيك. انا عمري ما هعمل كده، لان انا عمري ما هخلي باخلاق مهنتي اللي انا اتعهدت ان انا هفضل احافظ على البلد عشانها. انا مش كده، انا مش كده، وبنتك عمرها ما هتبقى مراتي. هتندم قوي يا ليل، هتندم. ليل الجرح ما بيتهددش، واعلى ما في خيرك اركبه. اما سما فبتقلب قطة وهي بتقوله يا بابي مش هينفع كده، حاول ان انت تقنعه انه يتجوزني، مش هينفع، انا عروسة النهاردة يا ليل، ما تجننيش. اظن ان ابوكي مش هيعرف انه يشتريني خالص يا سما، اصل انا مش جوز جزمة ولا حتى فستان تقدري ان انت تشتريه براحتك، لا انا انسان من لحم ودم، وكرهتك وكرهت قرفك، زهقت منك ومن مشاعرك الباردة، قرفتيني في عيشتي، مضغوط عليكي ومحسوب عليا ان انت خطيبة وبس، قرفتيني، وحب عمري اللي انا حبيته لقيتك انتي ضيعتيه من ايديا عشان حضرتك عايزة تتجوزيني. لا يا هاني، فوقي، انا مش فستان او خاتم سوليتير عايزة لابوكي يشتريه، لا ابدا، انا انسان، وعمرك ما هتقدري تشتريني خالص يا سما. ماشي، ماشي يا ليل، اما وريتك وخليتك ترجع ركع تحت رجلي ما بقاش انا سما، ماشي، يبقى قابلني لو قدرت ان انت تتهنى بيها. أما ليل فبيرجع بيته وهو تعبان جدا وحاطط ايده على راسه وعمال يشد الكرافتة من كتر ما هو مخنوق، بس بيفاجئ بصوت الخدامة وهي بتقوله اتفضل التلغراف ده. بيتفاجئ ليل بتلغراف من ميان وهي بتقوله مبروك يا ليل، انا عارفة ان انت زي القمر دلوقتي وشكلك حلو قوي في البدلة، بس صدقني مش هينفع اجي، كان نفسي تفضل ما تمشيش، كان نفسي تمسكني من ايدي في اليوم ده وتقولي انا عايزك انتي بكل الحب اللي كان في عيونك، كان نفسي تقولي ان انت مش عايزها، انا مش قد بعدك، مش سهل عليا ان انا اشوفك مع حد غيري او حد غيري ياخد مكانك، ولمعة عينيك لما كنت بتبصلي ده كانت اكبر دليل ان انت بتحبني. انا مش عارفة ازاي قادرة ان انا اقولك الكلمة دي واقولك ان انا بحبك، بس انا لازم اقولك اللي جوايا، انا يمكن عمري ما هشوفك تاني ولا انت هتعرف ليا طريق جرة، بس انا حسيت فيك وفي نظراتك ان انت بتحبني، قرأتها في شفايفك
وحنيتك معايا ولمستك ليه واحنا مع بعض في السكاي دايفنج. كنت حاسة ان انا طايرة فعلا معاك. انا كنت كدابة لما قلتلك ان انا هقدر اشوفك مع حد غيري واجيلك، بس للأسف طلعت جبانة، لاني صعب قوي اشوفك مع حد غيري وفي حضن حد غيري، ما بالك بقى وانت لامسها ومعاها، على الأصح إن هي لمساك وملكاك. أنا مش هينفع، للأسف أنا مش عارفة أنا بقول ليه كل ده، وأنا متأكدة إن أنت أصلا مش هتبقى فاضي إن أنت تقرا رسالتي. بس كل اللي أنا أقدر أقولهولك إن أنا مشيت وأنا بحبك عشان ما أكرهكش وأنت معايا. بتمنى لك حياة سعيدة يا مافيا مصر، ربنا يوفقك في حياتك. أما هو فبيحضن الورقة بكل قوته وهو بيقول: أنا اكتشفت فعلا إن أنا بحبك أوي، بس للأسف بعد فوات الأوان. أنا مش عارف ألاقيكي فين، بس بتمنى من ربنا إنه يسامحني إن أنا ضيعتك من إيدي أول مرة. أنا بحبك يا مايا. ونسيب ليل ونروح عند ميان في نيويورك. لما كانت قاعدة بص للقمر وهي زعلانة وبتفتكر كل لحظة حلوة بينهم عدت فيها، وهي كانت فرحانة. طبعا كانت هي عمالة تشغل نفسها في كل حاجة، وعمالة تشتغل ليل نهار عشان ما تفكرش في أي حاجة، على الأصح بتلهي نفسها. أما عند عزة وملاك فكانوا قابلوا الراجل فعلا عشان يديلهم المعلومات اللي توقع سالم، وطبعا بمساعدة سوزان هيقدروا إن هم يكشفوا سالم ده ويرجعوا فيها الفلوس. الحمد لله باقي تكة وخلاص نسجن سالم. أنا فرحانة أوي يا عز. طيب يا قلبي عز، أنا رايح لسوزان بقى عشان هتعرفني سكة سالم وإزاي آخر شحنة بتاعته هتتسلم، وفي الوقت ده هنقدر إن احنا نمسكه. أما ملاك فبتبصله بحدة وهي بتقوله: مم. طب وانت هتروح لها فين إن شاء الله بقى؟ أما عايز فبيرخم عليها ويقول لها: السويد طبعا يا ملاك، هيكون فين بس؟ سويد سويد ايه، احنا متفقناش على كده. أما هو فبيبصلها ويقول لها: امال اتفقنا على ايه؟ ها؟ احنا اتفقنا ان انت ما تروح لهاش مكان، انت يا دوبك تاخد منها المعلومات وبس، ولا ايه يا عز؟ اما هو باستنكار: والله انا مش فاكر ان انا قلت حاجة زي دي، ولا ايه؟ بس انا فاكر حاجة تانية خالص، ولا انتي نسيتيها؟ اما ملاك فبتخبطه على رجله بالجزمة وتطلع تجري وهي مش طايقة نفسها. اما عايزي لما بيطلع عند سوزان بيلاقيها فاتحة على البحري كأنها قاصدة ان هي تغريه، وطبعا هو بيبلع ريقه بصعوبة ومش طايق نفسه لانه اصلا مش عايز يعمل اي حاجة معاها غلط. بيبص وهو بيقول لها: اما عايز فبيبص ويقول لها: فين مكان التسليم والفلاشة؟ عايزة خالص عشان عايزة امشي. اما سوزان المرقعة حرفيا بتبص وتقوله: طب انت مستعجل على ايه يا عايز؟ ما احنا فيها، ده احنا حتى نشرب كاسين. ايه بل الريق؟ ولا انت مش عايز تحتفل بالنصر وانك قدرت ان انت تغلب سالم وخلاص هتاخد الفلاشة وتعرف ميعاد التسليم، ولا ايه؟ مش دي محتاجة شوية احتفالات؟ بيبص وهو بيقول لها: ايوه بس انا مستعجل حرفيا، يعني ورايا شوية شغل. شش، انا مش عايزة اي اعتراض خالص، ولا ايه؟ انت مش حاسس بيا للدرجة، ولا عامل نفسك عبيط ومش فاهم؟ انا عايزاك يا عز، ولا ايه؟ اما القدرة بكل قذارة فعمالة تلمس على وشه وشفايفه، وطبعا في الوقت ده كانت ملاك مش طايقة نفسها لانها كانت عمالة تبص عليهم من البلكونة، وفجأة راحت موقعة حاجة خبطت وهي قربت تبوسه. أما سوزانة فبتتخض، بس عايز بيلحق الموقف لأنه لمحها، وطبعا هي قاعدة في الأوضة اللي جنبهم وبتبص عليهم من البلكونة لما نزلت ودخلت البلكونة بتاعت سوزان، وطبعا عايز تعرف إن هي، فبيبص لسوزان ويقول لها: معلش يا سوزان، هاتي بس الحاجات دلوقتي وأنا هبقى أجيلك بالليل. أما عايز فبياخد حاجة ويروح لملاك في الأوضة اللي جنبهم، بيبص ويقول لها: ايه اللي انتي عملتيه ده؟ وبعدين انت بتعيطي على ايه؟ لا ما بعيطش. مين قالك كده؟ وبعدين ايه اللي جابك؟ مش كنت تكمل ولا ايه؟ ولا الحاجات ما عجبتكش؟ وانت مالك هتموتي وتفرقعي كده ليه؟ مالك يا ملاك؟ وبعدين انا مش عارف انت غيرانه قوي كده ليه؟ هي يمكن عشان هي احلى ولا ايه؟ هي احلى؟ اه ما انا عارفه انك رمرام. روح يلا يا اخويا ليها بقى وسيبني في حالي.
عالم زبالة والمصحف وأشكال واطية. أما عز فبيقرب منها يعني بكل خباثة، بتبص وتقوله ابعد عني يا عز، وإيديك دي ما تلمسنيش عشان أقسم بالله هتلاقي قلم على وشك دلوقتي. بيبعد عنها شوية ويقول لها طب يا بنت الحلال ما تعترفي وتريحيني، هو انتي غاوية نكد وتعب قلب ولا ايه يا ملوكتي؟ اعترف بايه؟ انت مجنون ولا اتخبلت في عقلك؟ انت عايز ايه يا عز؟ يعني تعترفي مثلا انك بتحبيني مثلا او عايزاني؟ ايهما اكرم يا بنت عمي؟ احبك انت؟ ده من ربع المستحيلات خالص يا عز، انت بتهزر، وعشم ابليس في الجنة على فكرة. بتحبيني، وانا متأكد خالص انك عايزة تقوليها من جواكي وعايزة افضل معاكي. بتحبيني؟ بتحبيني؟ لا. قلتلك بتحبيني، قلتلك لا. هو كلام وخلاص ولا ايه؟ بحبكش. لا بتحبيني. ما بحبكش يا سيدي. طيب ما بتحبنيش. لا بقى، هوف، انا بحبك قوي، وعلى فكرة انت بترخم عليا وبتخليني اغيظ، دايما بتخليني اغير عليك. ايوه بحبك، ها. اما هو فبيخطف بوسة سريعة منها، وهو بيقول لها وانا بعشقك يا ملوكتي، اخيرا نطقتي وبطلت عيني، وانا كمان بحبك. اما عند حلا وعمر فكانت هي اتعاقدت مع شركة كبيرة قوي زي ما قلت لكم الجزء اللي فات، وعملت بوتيك جميل قوي عشان تعرض فيه تصاميمها. وطبعا عمر بيبص ويقول لها، اما عمر فبيبص ويقول لها ما يلا بقى يا حلا عشان نروح نشوف القاعات ونلف عليها. انت ناسية بقى تجهيزات الفرح ولا ايه؟ ولا اقسم بالله لو ما اتجننتي كده واتعدلتي انا ممكن ارجع في كلامي. ترجع في كلامك مين يابا؟ يلا بينا، ده انا ما صدقت خلاص ان ربنا حقق لي اللي انا بحلم بيه. يلا بقى. اما عند مسك وبتاع الهليكوبتر فكانوا الاتنين في مشادة على السعر يعني، وطبعا مسك ما بياخدش في بداها غلوة لما هي بتبص وتقول انا مش ناقصة رغي، ودب وراحت ضرباه طلقة وبتركب الهليكوبتر عشان ترجع مصر. اما مسك فبتبص لنفسها وهي باصة المسدس وبتقول راجعالك يا ريان، راجعالك انت وجدتي، وهنتقم منكم واحد واحد ان انتوا سرقتوا ثروتي واديتوها لواحدة تانية. اما وريتك يا ريان ما بقاش انا مثل. لحد هنا بتخلص حلقتي، بس حكايتي لسه ما خلصتش. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ودي هتبقى اول حلقة من الجزء التاني من ورود العشق. وطبعا انا مش هنزل اي حلقة تانية الا لما التفاعل يزيد زي الاول، عشان بجد ما تعبش وتدمرولي نفسيتي زي ما كان. بحبكم جدا يا احلى متابعين، مع السلامة.